شلونكم؟ شو اخباركم؟ معاكم حياة ترك. يوم التاريخ 9/5/2016 ودنيا بطمة نزلت اليوم على صورة على الانستغرام. وانا قاعدة اصب شاي مغربي غصب عني يعني. فعشان بس تغذي يدتي. احنا خلينا اليوم بس بتابع وياكم شغلة واحدة. حبيت في موضوع كذي في البهيمة هاي اللي اسمها جستس تقول يا جماعة الخير، مسوي فيديو متعبة روحها وحاطة صور، حطت لي موسيقى حزينة على فيديو. شو اقول لكم، خلينا نشوف اول شي المقطع مع بعض. اوكي، لان بكرة طبعا راح تشوفونه انتم في اي تي وراح تشوفونه في كل الاخبار والامور هذه. اوكي اسمعوا. اخباركم؟ معاكم حياة ترك. يوم التاريخ 9/5/2016 ودنيا بطمة نزلت اليوم على صورة على الانستغرام. وانا قاعدة اصب شاي مغربي غصب عني يعني. فعشان بس تغذي يدتي. طبعا هذا كل الكلام يا جماعة، وعندي انا فيديو ثاني راح انزله بعد شوي، ان حلا كانت مجبرة على الكلام هذا من قبل امي. طبعا حبايبي مثل ما قلت لكم ان هذا الفيديو كان زين، حلا فيه مجبرة. ما اعرف انا شنو الشيء اللي حرق اعصابهم، ان حلا تصب شاي مغربي ولا تصب ما ادري ايش. هذه جسس يا بنت الحمار، زين يا بنت الحيوان. لو انك انت تقولين عن روحك قوية وصاحبة حق وصاحبة امور، في محاكم وفي قضايا موجودة، واعلى ما في خيرك ركبي، عسى ان شاء الله يركبك جني من راسك لكرياسك. وبخصوص انا اخر فترة قاعد اشوف انا حتى الوالدة الله يهديها قالبة وقاعدة تسوي افلام وقاعدة تسوي امور مثل هذه. يما ترى الواحد لما يشوف ولده خايس دافع عنه وتقول انا ولدي احسن ولد، بس ما ادري انت شو اللي مأثر عليك. هالاشكال المريضة هذه قاعدة تأثر عليك. ترى اليوم تاريخك هو 4 سبتمبر، مثل ما قاعد تشوفون هذا مثل الفار، تدش تسوي برايفت تفتحها لكم دقائق ترد تسوي برايفت. طبعا في حسابات ثانية وايد كثيرة معاها واسامي كثيرة وبهايم كثيرين. والله انا محمد الترك، ولا مثل ما حابين تعرفوني موفق الترك. ما في آدمي يقدر يأثر على حياتنا، احنا عائلة سعيدة غصب عنكم. اوكي، واللي حاب يعيش معانا في هالعائلة الف مرحبا فيه، واللي حاب يسوي فتن ويسوي قصص يا مرحبا. سوي مثل ما تبي، ما ردك بتتعب وما ردك بتسكت، وما رد 15/9 قريب وراح يبين كل شيء يا جماعة الخير. بس انا هذه كلها طبعا اوضح لكم، هذه لعبة من الام العظيمة منى السابر التي تخاف على اولادها والتي تحاسب عليهم ولا تدري عنهم اصلا. انه انا اجبروني وكنت ميتة من داخل، قاعد اقول كلام مو بصج. حبيبتي بابا انا عارف ان انت ما يحتاج تقولين له عارف. انزين انا ما احب اتزاعل ويا انتي وقاعدة احترمها وكل شيء، واخرتها تيتا هذه اللي ما ادري منو هي خرب مخها خراب، راحت خلتني اتزاعل ويا انتي اللي هي الحين اوكي معاها، الحين خلتني اخترب علاقتي وياها. ما حد يقدر يخرب علاقتك معها يا بابا. استغفر الله العظيم، يعني شو حبيبتي بابا روحي نامي اقرا قرانك حبيبتي. بابا ما راح اقدر انام اذا انتي بابا زعلانة ما حد زعلان منك ابوي، احنا نعرفك بابا، احنا ما حد يزعل منك حبيبتي، ما حد يزعل. لا تحاوتين وروحي رجعي ونامي بابا، روحي نامي يا ابوي. انزين بس اقول لك شيء بابا، بس اخر شيء، يعني الحين لما كنا داخل ولا تفكرين في شيء، انت ما تزعل منك لان انت تعرف من انت تسوي روحك ما في شيء، قلت لها انت انا ميتة من داخل. ما في لما مشكلة. كنت اصور الفيديو. ما في مشكلة حبيبتي، ما في مشكلة. انا موت اعرف شنو ذنب طفلة في هذه المشاكل. عندكم مشاكل حابين تصفون حساباتها، تعالوا صفوها معاي. خلاص والله العظيم عيب، قسما بالله العظيم عيب. ضحكتوا الناس فينا، ضحكتوا البشرية.
يا جماعة نعتذر عن كل شيء بدر منا وبدر من الوالدة وبدر من هالعائلة ومن عائلتنا كلها. سمحوا لنا يا جماعة الخير، وخلي مثل ما يقولون خلي الكلاب تنبح. انا مو قصدي الحين الوالدة بتروح تفسر لنا عليها او الناس بتفسر لنا عليها. الكلاب اللي هي جسس واتباعها مما كان يكونون اتباعها، ومردها بتطيح في يدي، ورب البيت لا تطيحين في يدي، وراح اخليك عبرة لكل الناس انتي واللي قاعد تقولين عنها تضامنا مع الفنانة العظيمة منى الصابر اللي هي تقول انها ام ما تدري عن عيالها. يا جماعة صار لها 3 أسابيع ما تدري عن عيالها، والله تصبحون على خير. هذا راح يكون اخر فيديو راح انزل لكم بخصوص هاي الموضوع كله، بس انا حبيت اوضح لكم فكرة من كثر التعليقات اللي قاعدة توصل الناس اللي مو فاهمة واللي قاعدة تتكلم واللي قاعدة تقول كلام ما له طعم. ترى اللي قاعد يوصل الكلام كله مو بمنى، اللي قاعد يوصل كلامه هي الوالدة. انا عارف ان الوالدة مفروض منها ان هي تكون محافظة على اليهال ومحافظة على عيالها ومحافظة على الامور، بس مع الاسف ان انا عندي والدة لا تحافظ ولا قاعدة تنشرنا وقاعدة تفضحنا. ما ادري شنو اقول، والله ماني بعرف شنو اقول، ما ادري شنو اصلا قاعدة اتكلم ولا شنو قاعد اخبص، لان لو انسانة ثانية غير امي كان انا اعرف اتصرف وياها. بس الله يهديك، ما عندي شيء ثاني اقدر اقوله. الله يهديك، تصبحون على خير وسامحوا لنا مرة ثانية وستروا على ما شفتوا.